أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي باق دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق المصطفى المختار الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني، إن شاء الله نكمل في سلسلة الدروس. كما تكلمنا إخواني في آخر دروسنا، نحن تقريبا في آخر اللحظات، يعني في نهاية الممر، نقترب جدا من ظهور المهدي. وهذه المرحلة اللي احنا موجودين فيها يا إخواني تتطلب منا أمر هام جدا جدا جدا، ألا وهو اجتماع آراء العلماء الذين سيدلون على المهدي. احنا بنعرف إخواني، تكلمنا في درس سابق إنه في 7 من العلماء موصوفين أنهم من أقطار شتى يجتمعون على غير ميعاد. لاحظوا، أول إشي من أقطار شتى من أماكن مختلفة يجتمعون على غير ميعاد، يعني في اللحظة التي سيظهر فيها المهدي الله سبحانه وتعالى سيجعلهم يجتمعوا دون أن ينسق واحد فيهم مع الآخر. ولكن لو سألنا هل هؤلاء يعلم أحدهم الآخر، فهذا الحديث لا يوجد فيه ما يمنع أنهم يعرفوا بعضهم البعض، وأنهم ينسقوا الأمور في ما بينهم. إخواني، يعني هاي المرحلة اللي احنا موجودين فيها تقتضي من هؤلاء العلماء الربانيين الذين لا يعملون من أجل الدنيا، يعني مش علماء السلاطين، هجرتهم فقط لله سبحانه وتعالى، أن يبدأوا بالتشاور فيما بينهم. هذول العلماء إخواني عشان نبقى عارفين هم اللي راح يظهروا ويبينوا ويقولوا إنه هذا هو المهدي، هم اللي راح يبايعوا المهدي البيعة الخاصة الأولى. وأنا هلا يا إخواني بطلب من هؤلاء إنهم يبدوا يجتمعوا ويقتربوا بعضهم من بعض ويتقاربوا في الآراء. طبعا احنا بنعرف إخواني هم من أقطار شتى، ولكن يمكن أن يجتمعوا جميعا من خلال الشبكة العنكبوتية، من خلال الإنترنت، ويتكلموا بعضهم مع بعض. بإمكان كل واحد فيهم إخواني، وأنا بعرف وهم بيعرفوا، أنا متأكد هم اللي عمالهم بيسمعوا بيعرفوا، في عندهم أوامر ربانية، يعني عندهم إشارات سواء من أحلام من رؤى هم شايفوها فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، هم مأمورين وبيعرفوا الطريق اللي لازم يمشوا فيها، وبيعرفوا إذا كانت دعوتي هاي حق ولا لا. صار الوقت إن شاء الله إنه احنا نبدأ نتكلم بعضنا مع بعض، ويمكن البعض يتساءل. احنا هلا ما بنحكي عن العلماء نفسهم، العلماء نفسهم بيعرفوا الوضع. أنا مش خايف إن هم يفكروا أو ما يفكروا، لأنهم بيعرفوا الوضع على حقيقته تماما. ولكن أنا أتكلم عن الأشخاص العاديين، يمكن يتساءلوا هلا يقولوا فيما بينهم، طيب هذا الإشي ما في ضرر على العلماء؟ وأنت خبرت قبل هاي المرة إنه مكالماتك كلها مراقبة،
التلفون تبعك كل شيء بيدخل عليه، كل شيء بيطلع منه، سواء كان كلام أو مخابرات أو محادثات أو هواتف أو رسائل، كله مراقب. ما في خطر على هؤلاء إن هم يبعثوا لك معلومات. هذا الحكي أكيد راح يخطر على بال البعض. نقول إخواني من ناحية إنه يوجد خطر، يوجد خطر طبعا يوجد، ولكن من ناحية ثانية الضرورة اللي احنا موجودين فيها حاليا والحاجة تتطلب إنه احنا شو نسوي؟ إنه احنا نتقدم باتجاه هذا الخطر. صار الوقت الضروري جدا، لأنه ما في وقت يضاع، ما في وقت إنه احنا نضيع. هم بيعرفوا إنه في تدابير ربانية الله سبحانه وتعالى يقوم فيها. الشيطان وحزبه شو بفكر؟ بفكر هو لما يترك لنا المجال ونحن نتصرف، وشو بده يسوي؟ عمالنا نتوجه لكماشته أو لمصيدته، هيك بفكر. احنا بنعرف هذا الاشي، احنا تبرعنا بأنفسنا لله عز وجل، أجسامنا، عقولنا، قلوبنا، أنفسنا، كل ما لنا تبرعنا فيه لوجه الله سبحانه وتعالى. عشان هيك ما في عندنا مشكلة، ولكن المصلحة تقتضي حاليا لتوحيد الجهود. والكل بيعرف من العلماء الربانيين انه الاستدلال على المهدي اصلا ما راح يتم عن طريق 6، يعني لو اجتمعوا ال6 ما راح يقدروا يعرفوا المهدي. انت راح نعرف المهدي فقط لما نجتمع 7 من العلماء، لما يجتمع ال7 العلماء، كأنه احنا نتكلم عن ايش؟ عن أحجيين بازل. يعني الصورة ما راح تكتمل فيها إلا إمتى؟ باجتماع هؤلاء ال7 الموجودين. فهذه دعوة بدأوا فيها الإخوة، كل واحد بيعتقد نفسه إنه هو أحد العلماء ال7 إنه يتوجه. كلكم تعرفوا بياناتي ومعلوماتي، ولكن بنكررها كمان مرة للإفادة. بده يحكي معي على الواتساب، هو أفضل شيء. ماسنجر والإيميلات صعب كثير إن أنا أوصل لها، من أفضل طريقة للتواصل من خلال الواتساب. رقم الهاتف عندي المقدمة +972 بعدين 523 623 683. هذا رقمي على الواتساب. عشان نبقى عارفين إخواني، كمان أنا نبهت على هذا الإشي. مكالمات لا أستطيع الاستقبال، لا أستطيع استقبال مكالمات لا على الهاتف ولا على الواتساب ولا على الماسنجر. عشان هيك برجو الجميع إنهم ما يتوجهوا لي مكالمات هاتفية. وللأسف يعني راح أضطر كل واحد يتوجه لي مكالمة من خلال الماسنجر أو من خلال الواتساب، بضطر إني أنا أحضر، لأنه ما في مجال إني أنا أرد. يعني إذا كان غلبة عليك أنك أنت تكتب رسالة نصية، بتقدر تبعت رسالة صوتية، مع إني بفضل إنه الرسالة شو تكون نصية، لأنه حكيت لكم قبل هاي المرة يعني الهاتف تبعي والأسف من الضغط اللي موجود عليه كل يومين والثالث بمتلئ، فبضطر إني أنا أحذف كل ملفات الفيديو، وبضطر بعدين اني احذف كل ملفات او الملفات الصوتيه، فما راح اقدر اتابع، واحيانا بفقد ملفات صوتيه كثير. يعني اللي بتم عندي هي الملفات النصيه اللي بقدر اتابعها. فكل واحد بيعتقد بنفسه انه هو احد العلماء ال7 يتوجه لي على هذا الرقم على الواتساب. ان شاء الله يعني عندنا القدره انه احنا نغربل مين هو ومين مش هو احد العلماء الموجودين. تفضل. أخ السيد أبو الحسن، إذا وجهت لهم رسالة تستفيد أنت وهم، تلغوا خدمة الGCM، خدمة جوجل تاعت الخرائط، تلغوها. في تطبيق ممكن يلغوا. يعني أخونا عبد الله هو وضح الواضح، ولكن يعني إحنا طالما إنه أثار الموضوع يعني ننبه.
انه العملية الاستخباراتية اللي كانت مشهورة في العالم هي جمع اكبر مقدار ممكن من المعلومات عن الناس. وكيف كانوا يسووا؟ يعني قبل ما يخترعوا هاي الهواتف النقالة اللي فيها الانترنت كانوا يجمعوا معلومات من خلال شركات الماء، يعني من خلال فواتير المي، كل واحد فين ساكن، الهاتف، الكهرباء، شو يسووا؟ يجمعوا معلومات عن الناس قد ما بيقدروا. ولكن لما سووا الهواتف النقالة، هذا الهاتف النقال في خدمة التموضع الجغرافي، او نسميها الجي ام سي، جي اس ام. هذه الخدمة اللي موجودة بتمكن شركات الهاتف انها تحدد موضع كل واحد في الدنيا فين موجود. يعني هلا على سبيل المثال هم عارفين فين انا موجود من خلال هاي الخدمة. هاي الخدمة انا بحتاجها لشغلات كتير، هم بيعطوك كتير خدمات على هذا الشيء عشان انت ما تقدر تستغني عنها، في مقابل انهم شو يسووا؟ انهم يقدروا يراقبوا تحركاتك. يعني الخدمة مش عفوية ومش مجانا، هي مقابل خدمة استخباراتية هم بياخدوها منك. عشان هيك اخوان، يعني اللي عندهم امور بيعرفوا انه حتى انه هو ما يتم ملاحقته، بيشتري هاتف مسميه ايش؟ اللوكس. شو مسميه؟ اللوكس، اللي هو النوكيا. زي هذا الهاتف، اشوف والله فرجينا اياه نحطه قدامكم. هذا الهاتف اللي مسميه هاتف اللوكس، هذا ما في ولا اي خدمة من الخدمات اللي بتمكنهم من ايش؟ من متابعة الشخص. فلما يحكي فيه بتكون المكالمة يعني شبه آمنة، ما بدي أقول آمنة كليا، ولكن بدي أقولها شبه آمنة. على الأقل إذا هم بدهم يراقبوا مكالماته ما بيقدروا يعرفوا من فين هو عماله بيحكي، يعني سيكون بصعوبة. فبإمكان أي شخص عنده أي معلومة بيخاف إنه هو يوصلها بيستخدم مثل هاي الهواتف، أو إنه على سبيل المثال إذا كان هاتفه نقال جوا الخدمات تدخل على الإعدادات ومن غاد ياخذ خدمة التموضع ويسوي لها تعطيل، فبيعطلها فبتبطل قادرة أو بتبطل تبعت إشارات فين هو موجود. أو على سبيل المثال بيقدر يشتري شريحة غير عن الشريحة اللي هو بيستخدمها لمكالماته، شريحة خاصة لإيش؟ للطوارئ، وحط الشريحة الثانية وبيستخدمها، وبعد ما يخلص منها شو بيسوي؟ برميها، يتخلص منها. بهي الحالة شو بيسوي؟ بيكون إنه هو يعني حافظ على أكبر قدر من السر. هذا احنا بنحكيه إخواني للإعلان للناس العاديين، ولكن لما احنا نتكلم عن العلماء السبعة شو بنقول؟ بنقول هذه الشغلات بتكون معروفة إلهم ضمنيا، ما في داعي ان احنا نذكرهم فيها، هم أعلم وأخبر بكل هاي الشغلات. وحتى إخواني لو قاموا بتفعيل كل الخدمات بيعرفوا انهم مؤيدين في النهاية من مين؟ من رب العالمين، بيعرفوا هذا الشيء. عشان هيك ما راح تفرق عندهم. ولكن ناخذ بعين الاعتبار انه الاخذ بالاسباب شو هو؟ جزء من عبادة الله عز وجل. يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، هذا امر رباني ومشروع، وهو من الأمور المطلوبة إنك أنت تأخذ بالأسباب قدر الإمكان. لا نخاف قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نفرط بالأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب إخواني ضرورة جدا. والواضح جدا إخواني إنه حاليا حزب الشيطان بمدلنا الطريق، عماله بغض النظر عنا. يعني أنا كثير من الأيام كنت متوقع إنه أنا موجود شيء، أو لما أجي أقوم على صلاة الفجر إني ألاقيهم بيستنوا باب الدار، ولكن أثبتت الأيام إنه هم يعني عمالهم بمهدون الطريق، أو إنه بيتغاضوا بغضوا النظر عن كثير أمور. غض النظر أنا عارف شو في الهدف النهائي من وراء، شو هو؟ الوصول للمهدي. هلا السؤال، إذا كانوا هم بيسعوا إنهم يوصلوا للمهدي من خلالنا وبغضوا النظر عنا حتى إنهم يوصلوا للمهدي،
هل نتوقف عن الحديث عن المهدي؟ هل نتوقف عن البحث ودراسة أمور آخر الزمان خوفا من هذا الشيء؟ هذا السؤال. فأنا هون إحنا كأنه نتكلم عن إنسان يسير على حد شفرة، على حد شفرة، لأن الوضع جدا جدا حساس، لأن نحاول قدر الإمكان نكون منطقيين في ما بين المد ما بين الجزر، يعني ما بين إعطاء معلومات تفيد الناس وبنفس الوقت ما تفيد حزب الشيطان. على الأكيد أن حزب الشيطان يستفيد من هذه المعلومات، ولكن المحصلة أن الفائدة اللي موجودة للمسلمين شو تكون؟ أكبر بكثير من الفائدة اللي موجودة لحزب الشيطان. هلا الفائدة اللي بتحصل عليها حزب الشيطان هي السبب الوحيد اللي بخليه شو يسوي؟ يغض النظر عنه. وهذا الاشي إخواني معروف، ولكن ما في سبيل ثاني، ما في طريق ثاني. هذا الأسلوب أو هاي الطريقة الوحيدة اللي احنا مضطرين أو مجبورين عليها نحن نمشي فيه. هلا لو سألنا هل في خطر؟ أول شيء يعني أحد الأسئلة اللي طرحها أحد الأشخاص، يعني مش أشخاص كثيرين ولكن شخص من الأشخاص شفت له أحد التعليقات بيسأل مثلا في موضوع بيعة الناس للمهدي، إنه هم يحط لايك أو يحط تعليق إنه هو موافق على بيعة المهدي، هذه ما بتشكل خطر عليه؟ فبقول له ما بتشكل خطر، بتاتا ما بتشكل خطر. لو كانت بتشكل خطر كان ما طرحنا الموضوع، لأنه الخطة اللي موجودة عند حزب الشيطان مش الناس اللي راح تبايع المهدي، كل المسلمين. شو الخطة الموجودة؟ كل المسلمين. يعني إذا وصلوا للمهدي بعديها شو بده يصير؟ الضرب عن أفا أو على أبو جمل زي ما بنقولها، بغض النظر هذا بايع ولا ما بايع. عشان هيك إخواني بنقول من هاي الناحية ما في خطر، ما في مشكلة. احنا متأكدين انه حزب الشيطان ما راح ياخذ اي اجراء او اي عملية في هذا الموضوع ولا بأي حال من الأحوال. النقطة الثانية بالنسبة للعلماء السبعة، هل في خطر على العلماء السبعة؟ هون إخواني بنقول العلماء السبعة نفسهم بيعرفوا هذا الموضوع وبيعرفوا إنه في مغامرة، ولكن بيعرفوا إنه هاي المغامرة يعني لابد منها ولابد من القيام بما يطلب منهم من أوامر ربانية، هم عارفين شو المطلوب منهم من غير ما أنا أذكر هذا الشيء. ولكن في هاي المرحلة المطلوب منهم إنهم يجتمعوا على نفس الطاولة. طبعا ما راح يجتمعوا أجسادا ولكن من خلال الشبكة وشبكة الإنترنت، وراح تكون طاولتي هي المحور اللي راح يجتمعوا عليه. لا يا اخوان، يعني المهدي نفسه، يعني السؤال هل المهدي نفسه بيعرف نفسه انه هو المهدي؟ هون اخواني طلعوا كالاتي، بدنا نقول نوضع الاحتمالين. الاحتمال الاولاني انه هو ما بيعرفش نفسه. لو كان المهدي ما بيعرف نفسه لا يضر ولا بأي حال من الأحوال إنه شو يسوي؟ إنه هو يقوم بكل الواجبات الشرعية اللي مطلوبة من أي إنسان، ومن ضمنها إيش؟ عمله في أمور وأحداث وتتبعه لأمارات آخر الزمان. هذا الاحتمال. ولربما كمان إخواني في احتمال اللي هو ما بيعرف نفسه وأصلا مش مهتم بتاتا في أمور آخر الزمان، هذا كمان احتمال. الاحتمال الثالث إخواني إنه بيعرف نفسه، يعني المهدي بيعرف نفسه. إذا كان المهدي بيعرف نفسه إخواني، إذا المهدي بيعرف نفسه على الأكيد من المؤكد أنه لن يزكي نفسه ولا بأي حال من الأحوال ويقول عن نفسه أنا المهدي. إن قال المهدي
أو إن قال شخص عن نفسه أنا المهدي مباشرة من إيمو من القائمة ومشطب من الاحتمالية إنه هو يكون المهدي مباشرة. ليش؟ لأنه المهدي سيبايع مكرها أو كارها، فكونه سيبايع كارها هذا شو بيعني؟ الكراهة لا تعني أو تناقض تزكية النفس. يعني الكراهة كراهته للبيعة شو بتعني؟ بتعني إنه هو لن يزكي نفسه، فإن زكى نفسه شو معناه؟ سيكون حابب للبيعة. اللي بيقول لك أنا المهدي شو معناه؟ اللي بيكون حابب للبيعة. بل إذا كان حابب للبيعة من حديث الرسول الصحيح راح يكون كاره بطل صحيح. مين يصدق؟ نصدق هذا الشخص اللي بيقول عن نفسه أنا المهدي ولا نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طبعا سنصدق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وبالتالي سيسقط هذا الشخص من الحساب أنه هو المهدي. فإن كان يعلم أنه هو المهدي لن يزكي نفسه. هلا إذا ما كانش راح يزكي نفسه معناه ما راح يقول للعلماء أنا المهدي. يعني العلماء السبعة اللي بتدور عليه احنا متأكدين انه في أكثر من 7 علماء، ولكن الله سبحانه وتعالى سيختص 7 منهم، يعني سيختص 7 من هؤلاء يجتمعوا في نفس المكان نفس الزمان. هلا لو سألنا كم من عالم ممكن يكونوا مؤهلين للبحث عن المهدي، بقول لك انه راح يكون بالمئات. بالايش؟ بالمئات. ليش؟ حماية للعلماء نفسهم. قلنا انه في ايش؟ في تقادير ربانية من الله سبحانه وتعالى. يعني انا متأكد هلا على صفحتي بعد هذا الاعلان راح اكثر من 100 انسان يتوجهوا لي يقول لي شو انا احد العلماء السبعة، وهذا جيد. ليش؟ لانه هذا سيعطي حماية للعلماء السبعة نفسهم، راح يكونوا محميين. يعني احنا راح نميز بعضينا، ولكن الشيطان لن يستطيع ان يخرج السبعة من ضمن المجموعة الكبيرة اللي راح توصل. تماما اخواني زي حال المهدي. يعني انا من الرسائل اللي بتجيني لحد هلا اللي قالوا انهم هو المهدي بالمئات، يعني بعثوا لي وقالوا لي انا المهدي بالمئات. وهذا الشيء اخواني من كل الدول العربية والإسلامية، كل بلد في مجموعة من أشخاص يتوجهوا لي قالوا لي أنا المهدي. والإشي الغريب الإخواني، الإشي الغريب العجيب إنه لما تطلع على الصفات الخلقية والأخلاقية وتطلع على العلوم اللي موجودة عندهم شو بتلاقيها؟ إنها تتوافق مع صفات المهدي. وأحيانا يدخل الشك في قلبك انه هذا فعلا قد يكون المهدي. ولما انت تتبع معه وتستمر معه فتره طويله، يعني تقعد شهر شهرين تحكي معه، بعدين تكتشف امل صغير شو بقول لك؟ طلعوا من القائمه، مش هذا هو المهدي. فهذا يا اخواني يعني الله سبحانه وتعالى شو بيسوي؟ عماله بيحمي المهدي. زي ما المهدي كان محمي، كمان العلماء نفسهم شو مالهم؟ محميين. وكمان اللي راح يبايعوا المهدي هاي البيعة الرمزية اللي كمان تكلمنا عنها شو راح يكونوا محميين من الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها تدابير من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى سيدبر أمر هؤلاء. على مقابل كل هذا الشيء إخواني هلا عماله بيحضرنا وبسمعنا الشيطان وحزبه شو عماله بيضحك ومبسوط. وشو بقول مفكرين حالهم أشطر منا راح يوقعوا. وانا بقول احنا مش اشطر، ولكن مين معنا؟ معنا الله عز وجل. هلا انتم بالنسبه لكم انتم بتقولوا انكم انتم اشطر من الله عز وجل. ففي النهايه الغلبه اما لاعتقادكم انكم انتم افضل واشطر واقوى واحذق من الله، او لله سبحانه وتعالى. فاحنا راح نشوف لمين الغلبه راح تكون. وهاي اخواني يعني خلينا نسميها وخلينا نعطيها اسم، اللعبة مستمرة في الشد بيننا وبينكم في هذه المرحلة لحد ما يظهر المهدي. أما إخواني الشيء الأكيد، ولا يعني هذه معلومة يعني حزب الشيطان أكيد راح ياخذها بعين الاعتبار، لكن الشيء الأكيد
إنه ظهور المهدي أصبح قريب جدا جدا جدا. وانظروا لكل الظروف. إذا احنا نطلع إخواني على الرؤى اللي تكلمنا فيها كانت بالعشرات، اطلعوا على الساحة الحالية من أحداث، اطلعوا على العلاقات الثنائية. أول إشي العلاقات ما بين الأردن وسوريا، طلعوا عليها من شأن. طلعوا على العلاقة ما بين إيران وكوريا من شأن. اطلعوا على العلاقة بين إيران وباكستان من شأن. العلاقة بين السعودية وباكستان من شأن. اطلعوا على العلاقة بين السعودية وأمريكا من شأن. اطلعوا على العلاقة ما بين أمريكا والبابا، وشو جاب أمريكا للسعودية لتل أبيب للفاتيكان في رحلة واحدة. كل هاي العلاقات الثنائية اللي احنا نتكلم عنها إخواني، عاودوا ارجعوا من جديد للرؤى اللي احنا تكلمنا عنها، وانبشوا كل الرؤى اللي احنا تكلمنا عنها، حطوها وعاودوا رجعوها وتطلعوا هلا شو عماله بيصير على الساحة، كلها موجودة. بالإضافة إخواني إشي ضروري تطلعوا عليه حاليا، إيش الشغلات اللي عمالة بتصير داخل القصر الملكي في السعودية. اطلعوا على العلاقات أو على الأحداث اللي عمالها بتصير داخل السعودية. وأيضا إخواني ما ننسى إنه أمور التصفية والاغتيالات والقتل والهرج والمرج يعني ستبقى وستستمر، وبالأخص في سوريا. هون إخواني في المناسبة يعني كثير من الأشخاص يعني بعز علي جدا 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 يعني إنه أنا أكسر بخاطر أي إنسان مسلم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبشوف قلبه أبيض، ولكني في نفس الوقت يعني بشوفه وبشوف بياض قلبه وبشوفه في الاتجاه الخطأ، بشوفه ماشي فين؟ بعكس السير. هذا الشيء إخواني بعز علي. لما يجي شخص زي هيك بقول لي ليش بتحكي عنا إنه إحنا غلط؟ يعني أنت ما بتعرف شو بدك تجاوب. يعني أنا أحتار كيف بدي أجاوب هذا الإنسان، كيف بدي أقول له أنت غلط بنفس الوقت أقول له أنت صح. يعني أنت قلبيا ونيتك صح، ولكن فعلا وعملا وطريقة ومنهاجا ومسيرة على الأرض شو عمالك بتسوي؟ بتخالف الله عز وجل ورسوله. فبعز علي كثيرا إنه أنا كثير ناس بتوجهوا لي بهذا الحال. فنيجي إخواني بنبه كمان مرة وبقول أي إنسان يريد أن يحمل السلاح عليه أن يدرك أنه يمنع عليه شرعا أن يرفع هذا السلاح بوجه أخوه المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بأي حال من الأحوال. ونذكر إخواني أنه كثير من الرايات اللي موجودة من الجماعات الإسلامية اللي موجودة والعاملة على الساحة تحتل منطقة معينة على الأرض، يعني تأخذ منطقة حيز جغرافي على الأرض، بتبدأ تنشر إيش؟ تنشر كل الخير في هاي المنطقة، وبتعامل الناس بالحسنى وبتفرجي وجه الإسلام السليم في هاي المنطقة. ولكن بقول ومع الأسف هذه الجماعة يعني بعد فترة ببين إنه في جماعة تانية بدها تجي إيش؟ تهاجمها. فبتبدأ أول شيء بهجرة الناس خوفا على أرواحها وبتخرج من هاي المنطقة. وبعدين هاي الجماعة اللي نشرت العدل ونشرت تعاليم الإسلام بتنسحب من هاي المنطقة. شو بتصير المنطقة؟ خالية فاضية. الجماعة الثانية شو بتسوي؟ تدخل وبتستحلها بدون ولا أي شيء. لا نسأل يعني هذه التصرفات اللي عمالنا بنشوفها اللي عمالها بتفرغ مناطق كثيرة إسلامية تم تفريغها بهذا الأسلوب. نسأل يعني هل هذا الشيء يعني خطأ ولا إنه عمل متعمد ولا إنه في خطة عمالها بتسير
وتطبق على ناس أتقياء والخطة عمالها تنجح؟ يعني هذا السؤال لازم تفكر فيه. أنت كإنسان طبيعي عادي مش من أصحاب القرارات، أنت قلبك أبيض عمالك بتمشي وبدك تنشر تعاليم الإسلام، وفعلا شايفينك ببياض قلبك تتصرف هاي التصرفات على الأرض، بس تطلع على النتائج النهائية اللي عمالها تحدث على الأرض، شوف فين أنت موجود. هيك إخواني كمان مرة يعني بقول لكل واحد موجود على الساحة، يمنع على كل إنسان مسلم أنه يرفع السلاح في وجه أخوه المسلم، ولكن بنفس الوقت إخواني بقول إنه من حقك كإنسان مسلم إنك شو تسوي؟ تدافع. ما بقول تهاجم، شو بقول؟ تدافع عن نفسك ومالك وعرضك، حتى لو أدى هذا الشيء لسفك دمك أو سفك دم المعتدي، إذا ما كان في طريقة أخرى لحل هذا المشكلة. أما أمر الهجوم فأنا لا أراه صائب ولا بأي حال من الأحوال. سيدنا أبو الحسن بسوريا أحرار الشام جماعة طيبة جدا مبين من الشباب ومن الشيوخ، طلع على فتح الشام برضه التنين طيبين ومحترمين والشيوخ طيبين جدا، والسوري كان بعد أكثر من 400 قتيل هذيك اليوم بشرق دمشق. طب وين اتخذوا؟ يعني كيف أنت هذول الشباب عندك أمان الاسم تحارب فيهم بشار الأسد بس ليش الكتاب تستخدموه مع بعض و400 قتيل حرام وخيرة شباب الإسلام؟ هذا الذي تكلمنا عنه، إنه الخطة اللي موجودة اللي بيكون باتباع الشيطان إنه يضرب المسلمين بعضهم ببعض. نحن نتكلم عن أناس أتقياء، ولكن اللي بيوجههم بطريقة ما عمال بيوجههم لإيش؟ للتصادم بعضهم مع بعض. وهون بنحط علامات السؤال الكثيرة، عدة علامات سؤال بنحطها للي بوجهوا هدول الأفراد إنهم يضربوا بعضهم البعض. بنقول لهم اتقوا الله عز وجل، وبنقول للناس العاديين البسطاء إنهم ما يتجرجروا وما يجروا أنفسهم وما يردوا على هؤلاء اللي عمالهم بيجرجروهم في هذا الاقتتال. اتبرأ من دم أخوك المسلم. كمان شغلة إخواني، يعني من الرؤى، مش بس من الرؤى يا إخواني، من الواقع اللي احنا بنشوفه ومن الرسائل الكثيرة والتعليقات الكثيرة من مجمل معلومات، يعني احنا نرى ولادة جيل جديد حاليا على الساحة، أنا سأسميه جيل المهدي. شو عمالي بسميه؟ جيل المهدي. والحمد لله حاليا في كل منطقة هناك أناس يعني بدأ يتبين لها الطريق السليم لازم تمشي عليه، مش تابعة ولا لا فلان ولا لا علان، هي تابعة لإيش؟ فقط لله عز وجل، وهجرتها لله ورسوله وبيعتها للمهدي، وتنتظر مجيء المهدي. هون إخواني كمان مرة، كمان نقطة، كمان سؤال يسأل بكثرة، يعني من هلأ لحد مجيء المهدي أنا تمني قاعد وأنتظر؟ إخواني بنقول أصل الحياة إنك أنت تعيشها تمرقها، إنك أنت تعبد الله عز وجل، إنك أنت تجري على رزقك ورزق أولادك وزوجتك وبيتك وأهلك، إنك أنت تساعد إخوانك المسلمين، إنك أنت تتعلم القرآن وتتعلمه، تتعلم تعاليم الإسلام وتعلمها. في حياة كاملة قدامك إنك تكون فيها حياة كاملة. والإعداد للمرحلة الثانية إخواني أهم الإعداد النفسي الإيماني، إنك تقوي نفسك وعقيدتك وإيمانك وتعيش الحياة كلها اللي قدامك كما يجب وكما ينبغي. ما تنتظر هذا الشيء إنه يجي وانتظارك يكون سبب تفريط للشيء اللي موجود بين ايديك. يعني اذا انت قلت لي والله انا ايدي تربطت ومش عارف شو اسوي لاني بنتظر المهدي، شو بقول لك؟ بقول لك عمي ما تنتظره،
حياتك مالها أهم من انتظاره. ولكن احنا بنتكلم حاليا عن أناس والحمد لله صاروا موجودين في كل المناطق، وبحكي معهم وبوجد عندهم وعي كامل الحمد لله، اللي قادرين انهم يعيشوا حياتهم، انهم يجروا على اهلهم وبيتهم وجيرانهم ابائهم امهاتهم، انهم يتعلموا دينهم ويعلموا دينهم، انهم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وانهم يدرسوا ويتدارسوا احداث اخر الزمان، وبنفس الوقت يمنعوا نفسهم ويعتصموا عن هرق دماء المسلمين، وانهم ينتظروا مجيء المهدي. يجمعوا كل هذه الشغلات في نفس الوقت مع بعضيها البعض. وهذا الشيء اخواني والحمد لله بنقول انه صار موجود في اكثر من منطقه ولله الحمد، في اكثر من منطقه. نرجع كمان مره اخواني، قلنا انه عنواننا على الواتساب على رقم الهاتف +972 523 623 683، هذا رقمنا على الواتساب. طبعا اخواني مرتبه ثانيه، اذا انت ما كان عندك واتساب تقدر تحكي معي على الماسنجر تبع الفيسبوك تبعي، اما بتدور على كلمه الشيخ خالد المغربي وبتشوف الصوره تبعتي، ولازم لما تدخل تشوف العنوان تبع الصفحه، اذا انت طلعت على عنوان الصفحه بتلاقي انه عنوان الصفحه مكتوب خالد مغربي 7، هذا العنوان تبعي. يعني اذا انت دورت على الشيخ خالد المغربي وطلبت الصفحه بتوصل لهذا العنوان. كيف يعني علماء ربانيين؟ علماء ربانيين يعني هجرتهم لله عز وجل رب العالمين، مش هجرتهم والله بيعلم عشان ياخذ مصاري. بكون رباني يعني هجرته لله عز وجل، يعني مش عماله بدرس او انه هو بدرس هذا الموضوع من اجل مال او من اجل شهرة او من اجل جاه او من اجل سلطان او من اجل انه هو يرضي فلان او علان. هذا شو صار في له غاية وهدف. لما تقول عالم رباني انه هجرته فقط لمين؟ لرب العالمين سبحانه وتعالى، بغض النظر لو سخط عليه مين، كل الناس على وجه الارض ورضي عنه سبحانه وتعالى، هذا يكفي. هذا بنسميه عالم رباني. طبعا اخواني في علماء، يعني علماء عندهم علم ولكن علمهم من اجل ايش؟ من اجل الصنعة المال. هلا يعلم زي مثلا مدرسين الجامعات، يعني بدرس في الشريعة في كلية الشريعة، ولكن الهدف تبعه الا من رحمه الله سبحانه وتعالى انه شو يسوي؟ انه هو ياخذ راتبه. هذا بنقول هجرته الاساس لايش؟ للراتب. ولكن اذا كان عالم رباني مشاء انه هو يدرس في الجامعه، بتكون هجرته لمين؟ لله سبحانه وتعالى، بدرس من اجل الله سبحانه وتعالى. بس شو بيجي رزق في اخر الشهر؟ من الله سبحانه وتعالى على شكل راتب. لو سالنا انه راح يكون تعليمه افضل وهم اثنين بيدرسوا بنفس الجامعه، هذا اللي بيدرس عشان ياخذ راتب اخر الشهر، ولا بيدرس عشان يكون رضا الله سبحانه وتعالى اساس عنده وبنفس الوقت بياخذ راتب اخر الشهر؟ انه راح يدرس افضل. اكيد اذا راح تكون هجرته لله راح يكون تدريسه افضل واعظم، وراح يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى اكثر بكثير. يعني شو اللي افرق بين هذا وبين هذا؟ فقط النية. ففي ناس بتدرس من اجل الماده، في ناس بتدرس من اجل ايش؟ من اجل الشهره. يعني بيقول لك انا بدي افتح الكاميرا وبدي انتشر بين الناس. هلا اذا كانت هذه غايته، يعني يتذكر احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباسا من نار في الآخرة. من سمع الله به، ومن رأى الله به. وأول من ستشعل فيهم نار جهنم يوم القيامة مجموعة من الناس، منهم إنسان، يعني كلكم تعرفوا الحديث إخواني، يعني ما في داعي أن أنا أذكره، ولكن في كل الأحوال إخواني بنذكر إنه كل إنسان شو في له غايته، في له سبيله، وفي له وجهته، وفي له نيته في العمل. الإخواني أسوأ من كان يدرس حتى إنه يرضي سلطانه. هذول شو بنسميهم؟ علماء إيش؟
علماء السلاطين. ليش بنقول إنه هم هدول أسوأهم؟ إنه لو جيت للمدرس اللي بدرس عشان يتكسر، هل في عنده مصلحة إنه يخطئ شيء صح أو يصلح شيء خطأ عشان ياخذ راتبه؟ ما ياخذه للراتب، ما في عنده مصلحة. أو نيجي لإنسان على سبيل المثال بده الشهرة، هل في عنده مشكلة إنه هو مثلا يخطئ شيء صح أو يصلح شيء خطأ؟ ما في عنده مشكلة، لأنه هو هدفه الشهرة. ولكن إخواني اللي بيكون هدفه إرضاء سلطانه، شو بيصير؟ بيصير يفصل الأحاديث والفتاوى الشرعية بغض النظر لو طلع الصواب وسواه إيش؟ خطأ، أو طلع الخطأ وسواه صواب عشان يرضي هذا السلطان. هيك أسوأ العلماء شو هم؟ علماء السلاطين. فلما نقول عالم رباني هجرته لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولا يمنع انه يكون عالم رباني ويأتيه رزق من تدريسه، ولا يمنع انه يكون عالم رباني ويشتهر بين الناس في هذا التدريس. ايش بكون متعلمين؟ العلوم اخواني بس الاخ الكريم ايش بيكون متعلم؟ انا على سبيل المثال، انا احد الناس اللي كانت دراستي في الجامعه رياضيات. لما تيجي تسال طب شو جاب الرياضيات على قال الله وقال الرسول؟ نقول قال الله وقال الرسول هذا علم اصلا لازم يكون موجود عند مين؟ عند كل مسلم. يعني كل مسلم لازم يتعلم قال الله وقال الرسول. وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شو قال؟ خيركم من تعلم القرآن، بعدين شو يسوي؟ علمه. يعني انت بتتعلم لانه مفروض عليك انك انت تتعلم، بس اذا انت تعلمت شو بصير عندك الخطوه الثانيه؟ انك شو تسوي؟ انك تعلم الشيء اللي انت علمته لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذه افضل العلوم وافضل الطرق. فاذا انت تعلمت لوجه الله وعلمت لوجه الله، ان شاء الله بيكون هذا الشيء يعني كأنه طلب من الله سبحانه وتعالى، تطلب منه سبحانه وتعالى انه يستخدمك. شو يعني يستخدمك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. شو يعني؟ إذا أنت اتقيت الله سبحانه وتعالى يعني كانت غايتك من علمك انك انت بدك تتعلم لنفسك عشان تتقرب لله سبحانه وتعالى، وبعدين بدك ترضي الرسول عليه الصلاة والسلام انه الشيء اللي انت تقربت فيه لله ووجدته جميل شو بدك تسوي؟ بدك تنقله لغيرك من المسلمين عشان يتقربوا لله سبحانه وتعالى ويذوقوا الحلاوة اللي انت ذقتها في تقربك وقربتك من الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا هدفك وغايتك وطريقتك وأسلوبك، شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يعلمك الله سبحانه وتعالى. علم إخواني عشان نبقى عارفين، العلم الشرعي لا يمكن أن يأتي نتيجة قدرتك العقلية، مستحيل مستحيل يأتي كفتوح من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ثم إن علينا بيانه، يعني القرآن الكريم بيانه على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبين معاني آيات القرآن الكريم على يد مين؟ على لسان مين؟ على لسان من يحبه سبحانه وتعالى، من يريده سبحانه وتعالى. لما يشوفك انك انت ماشي في طريق تبتغي فيها تقوى الله سبحانه وتعالى حتى انك انت تلقي او تنقل لذة العلم الرباني اللي انت تذوقتها لاخوانك المسلمين، شو يصير سبحانه وتعالى؟ يلقي لك العلم في هذا الطريق اللي انت ماشي فيه. فهذا العالم شو نسميه؟ هذا هو العالم الرباني. والعالم الرباني يحتاج تقوى من الله سبحانه وتعالى. كمان نصيحة يا إخواني لأي عالم بده يتذوق حلاوة العلم الرباني إخواني أن يبتعد عن المعاصي. هذه نصيحة عظيمة. ليش؟ لأن المعاصي هي أقفال القلوب. أقفال القلوب يعني العلم الرباني يلقى في القلوب، الله سبحانه وتعالى يلقي لك إياه في قلبك وانت ماشي في طريقتك، في طريقة تتعلم وتعلم الناس. ولكن المعاصي شو بتسوي؟ إذا تتذكروا في أن 7 أنواع من الأغطية والأغشية تتراكم على القلوب من المعاصي. تبدأ بالنكات، أول شيء حتى قبل النكات تبدأ بالغين
في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. بعد الغاين شو بتيجي؟ النكات. بعدين شو بيجي؟ الغشاش. بعدين شو بيجي؟ الغلاف. بعدين شو بيجي؟ الغطاء. بعدين شو بيجي؟ كنان. بعدين شو بيجي؟ الران. 7 أغشية، 7 طبقات. هلا إن وصل الإنسان لمرحلة الران: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا الإنسان يغلف قلبه بالكامل فلا يستطيع أن يستقبل العلم الرباني. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا الإنسان يعني يغلف ويقفل قلبه. أم على قلوب أقفالها، يقفل قلبه بالكامل من هاي المعاصي. عشان هيك الإخوان يعني أنصح من يريد أن يصل إلى لذة العلم الرباني أن يبتعد عن المعاصي وأن يكثر من الاستغفار. ليش بقول أن يكثر من الاستغفار؟ لأنه الإنسان مهما كان إخواني، مهما كان يعني تقي وورع، إلا ما يلم من المعاصي، منها ما يسمى اللمم، يعني اللمم، إلا ما يلم بعض المعاصي، صغائر الذنوب. يعني عينه تشوف امرأة وهو مش قاصد، أو إنه هو يعصب على إنسان مثلا بطريقة من كتر أو من غيرته لله سبحانه وتعالى، ويتكلم بكلمة يعني ما تكون مناسبة، أو إنه يشق على إنسان، أو إنه مثلا على سبيل المثال يشوف إنسان متكسب ويرفض أن يعطيه على سبيل المثال، إنه عارف إنه متكسب، إنه الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعطي السائل والمحروم، فيلم من بعض المعاصي. هاي المعاصي إخواني أو هاي الذنوب كيف تغفر وكيف تمسح؟ بالاستغفار. بالاستغفار. إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. ثم إخواني يعني ننصح هؤلاء اللي بدهم يتوصلوا أو يحسوا بلذة العلم الرباني أن يكثر من الصدقة، وأن يكثر من الأمر بالمعروف، وأن يحسن إلى الناس، وأن يعامل الناس بخلق القرآن والأنبياء. هذه كلها من الأمور اللي شو بتسوي؟ اللي بتقربك أكثر من الله. وأيضا إخواني بننصحهم بإيش؟ بكثرة الطاعات. يعني مع الفروض شو بتيجي؟ النوافل. فإذا أنت أكثرت من النوافل لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أنت أحبك الله سبحانه وتعالى يعني تصبح عينك ترى بعين الله سبحانه وتعالى، أذنك تسمع بأذن الله سبحانه وتعالى، يدك تبطش أو تفعل ما يريد الله سبحانه وتعالى، قدمك تأخذك إلى حيث يحب سبحانه وتعالى. كل أفعالك وتصرفاتك تصبح ربانية. فأن تكثر من الطاعات، وبالأخص إخواني ما كانت في خفاء بعيد عن الناس. يعني لا يضر أنك أنت تعبد الله عز وجل أمام الناس، ولكن أعظم العبادات ما كانت في خفاء، في جوف الليل، في الثلث الأخير من الليل. هذه أعظم العبادات. أنت لما تعبد الله سبحانه وتعالى في خفاء في جوف الليل تتقرب لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت العظيم اللي ما بيشوفك فيه إلا الله سبحانه وتعالى. من المؤكد أن الله سبحانه وتعالى سيكلم ملائكة السماء ويطلب منهم أن يكلموا ملائكة الأرض ويقولوا فلان يحب الله فأحبه، فتصبح محبب عند الله عند الناس من حب الملائكة ومن حب الله سبحانه وتعالى إله. هذه كلها إخواني أمور أنا بنصحكم فيها، يا إخوان تفضل. ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة أحاديث عن ما يعرف بالأبدان في صفات الأمر، لأن الحديث بتحكي ثمار أعماله، بس ما نعرفش شو التكوين بتاعه. الربانيين صراحة الأبدال يسري. الأبدال إخواني في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام 30 شخص في آخر الزمان، كلما مات واحد منهم أدخل واحد فيهم. شو تمهم يعني؟ 30.
أهم صفاتهم أنهم من بلاد الشام، وأنهم بأخلاق سيدنا عيسى عليه السلام، بأخلاق سيدنا إبراهيم عليه السلام. شوف أخلاق سيدنا إبراهيم شو بيكونوا بأخلاق سيدنا إبراهيم. هدول إخوان صفتهم العلم الرباني، الله سبحانه وتعالى يجمع فيهم إيش؟ ويجمع فيهم العلم الرباني. هدول بنسميهم أبدال الشام، وهم على الغالب 30 إنسان. 30 إنسان إذا مات واحد فيهم الله سبحانه وتعالى شو بيسوي؟ يدخل واحد بداله، شو بتمهم؟ 30. وهدول راح يكونوا من خاصة المهدي، يعني أهم من سينصر المهدي أبدال الشام بعلومهم وأخلاقهم، عصائب العراق بقوتهم وجبروتهم، نجائب مصر بحيلهم وقدرتهم العقلية، وفي عندك حكماء اليمن بحكمتهم العظيمة. هدول أهم من سينصر المهدي، هي الأربع جماعة. فالأبدال إخواني هم مجموعة من الناس، يعني من الأتقياء والصالحين. يعني دائما بتشوفهم بتقول عنهم هذول بحاله، هذا بني آدم إيش؟ حاله. ولكن إذا أنت جلست معه وتكلمت معه راح تلاقي عنده أخلاق أمة بحالها، لأنه سيدنا إبراهيم شو كان؟ أمة بحالها. راح تلاقي عنده أخلاق وعلوم أمة بحالها. هذول إن شاء الله هم الأبدال. في هذا عنده أي سؤال آخر؟ تعليق على المرحلة اللي احنا فيها، شبهها بمرحلة بني إسرائيل لما كانوا على عتبة الأراضي المقدسة، وبعدين الأراضي المقدسة فطلب فرعون ملك يقاتل معه، وأما بعض الموضوع بناء على دعائهم طلبوا فيه ملك. اجعل لنا ملكا نقاتل. تقريبا نفس المرحلة هاي، إن شاء الله تكون الآية الرمزية بشارة كان الدعاء لرب العالمين زي ما أرسل طاووس بني إسرائيل يعجل رب العالمين. طبعا يعني الله يجزيك الخير، أحسنت الله يبارك فيك. إحنا في مرحلة كتير غريبة، يعني هي تشبه مرحلة الأنبياء. يعني إحنا في انتظارنا للمهدي زي كيف كانت الأمم تنتظر مجيء إيش؟ الأنبياء والصالحين والرسل. يعني هاي المرحلة اللي إحنا موجودين فيها تقريبا. وهي المرحلة إخواني اللي راح نشهد فيها العجب العجاب. يعني مثلا على سبيل المثال من سيدعو لمجيء المهدي سيكذب من بعض الناس، سيصدق من البعض ولكن سيكذب من البعض، وراح تلاقي ان البعض بيستهزئ او بيسخر منه. فاحنا قريبين من هاي المرحله، مرحله الانبياء. يعني الشعور اللي موجود عند الصالحين راح يكون شعور ما بين شعورين، شعور خليط ما بين شعورين. الشعور الاولاني الأسى العظيم اللي جاء من الظلم اللي موجود على الناس، يعني بيكون مليان قلبه ايش؟ حزن وتعب وهم وغم، وبنفس الوقت شو بيجيب معه؟ فرحة عظيمة انه هو على ايش؟ على عتبة النصر ومجيء المهدي. فصعب جدا انك انت تجمع الحزن والفرح في نفس المشاعر، يعني مشاعر او خليط من هذا المشاعر غريب جدا. بس يعني انا بعرف او بحس هذا الشيء في معظم الناس اللي عماله بتحكي معي حاليا، وهي بالالاف وعشرات الالاف. يعني ايش المشاعر الموجوده عندهم خليط من هدول المشاعر. عاده اخواني البني ادم اما انه بحس بالظلم والقهر بتم واقف هون، او بحس بالفرحه وبينتظر مجيء هالفتره. ولكن لما يجتمعوا هدول المشاعر، النوعين من المشاعر، لان احنا على عتبة شيء عظيم ان شاء الله. احنا في مرحلة انتقالية ما بين ظلم عظيم لخير عظيم ان شاء الله، وهذه المرحلة اللي احنا موجودين فيها. وكل واحد بيقدر يحس حاله او يسأل حاله شو نوع المشاعر اللي موجودة في قلبه. فاذا انت شعرت انه المشاعر اللي موجودة في قلبك هي خليط من هدول النوعين من المشاعر، معناه فعلا احنا موجودين في هاي المرحلة. يعني لا بأس اذا انت حبيت انك انت تبعت اشارة انه فعلا انه هذه المشاعر اللي انا بحس فيها، عشان انه نتبين او انه احنا نبين او نحن نستدل
على مقدار الناس اللي بتشعر في هاي المشاعر إن شاء الله. في هذا عندي أي سؤال آخر؟ بالنسبة للمذنب اللي كوكب الغنم له فترة بيحكوا عنه له تسبيز مع المهدي والله. طيب إخواني، يعني إحنا تكلمنا في دروس سابقة في إشارات وما فصلت. المظبوط إنه في كثير ناس طلبوني إني أنا أتكلم في هذا الموضوع اللي هم الصيحة، نتكلم عن الصيحة، الدخان، والكوكب ذو الذنب. هذول ثلاث مواضيع. كثير ناس طلبوني إن أنا أتكلم فيهم، وأنا الصحيح دائما كنت أتجنب الحديث عن هذه المواضيع. قديش تم أخونا عبد الله؟ في 6 دقائق. وتجنبي يعني إلى الحديث في هذا المواضيع تيجي من نقطتين. النقطة الأولانية إنه أحاديث الصيحة كلها بإسنادها أو بمتنها بحكم الضعيف، شمالها أحاديث ضعيفة، ولكن في نفس الوقت الأحاديث عندنا عن الصيحة ضعيفة، بنفس الوقت عند بني إسرائيل أو عند حزب الشيطان بيتكلموا عن صيحة قبل مجيء الأعور الدجال. فاجتماع أحاديث ضعيفة في القرآن في السنة النبوية، واجتماع في نفس الوقت مع أحاديث من بني إسرائيل. وبني إسرائيل إحنا شو يا إخواني؟ نقول لا نصدقهم ولا نكذبهم. يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل بلا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا نصدقهم ولا نكذبهم. إلا إنه لما نجمع التنتين مع بعضيهم إنه شيء موجود في الأحاديث بنفس الوقت موجود عند بني إسرائيل، شو بيسوي؟ هدول واحد فيهم بيقوي الثاني. لما واحد فيهم يقوي الثاني بصير أنا بيني وبين نفسي، طب أنا أتحدث في هذا الباب ولا ما أتحدث فيه؟ فشو بكون أفضل إني أنا ما أحدث فيه. فاحتمالية مجيئه وحدوثه شو ماله؟ وارد. وحدوثه هو اللي راح يصدق إيش؟ راح يصدق الأحاديث نفسه. فالصيحة يا إخواني عند بني إسرائيل إشارة المهدي. شو مالها؟ إشارة المهدي. عندنا في الأحاديث إشارة الأعور الدجال، إيش بنسميه الطارق. يعني الأحاديث تبعتنا تشير لأنه الطارق هو إشارة الأعور. فلما بين المهدي والأعور تكلمنا يا إخواني في بعض الدروس إنه ما بين المهدي والأعور في بين 5 ل9 سنين، بين 5 ل9 سنين. والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.